يلا نعمل مع بعض سلطة الفاصوليا بتاعة المطاعم. هنبدأ الأول بالفاصوليا البيضاء، نحطها في طبق مناسب ونضيف عليها ملح، كمان نضيف عليها سكر، وكمان نضيف عليها 3 حبات قرنفل. هنحط مية تغطي الكمية بتاعتنا، وبعدين نقلب كده المكونات اللي احنا ضفناها كويس ونغطيها ونسيبها نص ساعة. سيبناها نص ساعة، بعد ما غطيناها نروح بقى على الحلة نضيف الفاصوليا ونحط مية برضو تغطي الكمية ونسيبها تغلي 10 دقايق. بعد ما سيبناها غليت 10 دقايق هنغطيها ونسيبها كده ساعة. نروح بقى نعمل الدريسنج بتاع السلطة. جبنا خل وحطينا عليه زيت نباتي وحطينا عسل، ومع العسل هنضيف ملح وفلفل. نقلب الدريسنج كويس وبعد كده نحطه في التلاجة يسقع، وبعدين هنظبط بقى الفاصوليا الخضراء بتاعتنا. مية مغلية وحطينا الصفاية وحطينا الفاصوليا وغطيناها بالغطا بتاعنا وسبناها، ودي اتظبطت تعرفي طبعا من لونها. رجعنا للفاصوليا البيضة لانها استوت وكله بقى تمام. يلا بقى كده خلاص السلطة تعتبر شبه اتعملت. هنضيف الفاصوليا ونضيف عليها فلفل الوان وكمان البصل الاحمر بتاعنا، ونجيب بقى دريسنج جميل نحطه على المكونات ونقلبه كويس جدا. طبعا هيتبقى شوية دريسنج نسيبهم كده على جنب عشان لو احتاجنا نزود الدريسنج. وعلى فكرة طعمها طلع حلو جدا والف هنا، ويلا ناكل من جوه الحلة.